ويلا والله وفيديو جديد. والنهارده مش هنتكلم عن تريكات في المونتاج، احنا هنتكلم عن اكتر طرق انا جربتها وجابت لي شغل في المونتاج. فتقدر تقول ان انا جاي النهارده عشان اقول لك ازاي تلاقي شغل كفريلانسر مونتاج، وازاي تستهدف اي بلد انت عايزها واي محتوى انت محتاجه. واول حاجه لازم تفهمها ان اغلب المواقع اصلا بتاعت الفريلانسر حاليا بقى عليها ناس تقيله جدا، لدرجة إن أنت لو لسه بتبدأ أو شغلك متوسط فمش هتعرف تشتغل منها أصلا. وعشان كده أنت سيبك خالص من كل مواقع الفريلانسر ومن كل المواقع اللي أنت بتسمع عنها كتير، وتعالى أقول لك على أهم النصايح اللي تقدر من خلالها تجيب شغل لنفسك وأنت في البيت. وأول نصيحة أقدر أقدمها لك واللي أنا بستخدمها شخصيا، وهي إنك دايما تدور على صناع المحتوى اللي في البلد أو اللي بيقدموا المحتوى المناسب ليك. وبعد ما تدور على صناع المحتوى اللي خلاص أنت شايف إن هم دول المناسبين ليك وهم دول اللي موجودين في البلد اللي أنت حابب تشتغل فيها، فتقدر تدخل تكلمهم على اكونتهم الشخصي على الانستجرام، وتعرض عليهم ان انت تشتغل معاهم، وحتى لو هتعمل لهم ريل او اتنين فري. والطريقه دي انا نفسي مجربها، والطريقه دي انا دايما بعملها. ودايما كل ما بلاقي صانع محتوى مثلا في مجال انا حابه او حابب ان انا اشتغل فيه، بدخل اكلمه وبعرض عليه ان انا اعمل له ريل او اتنين فري، ما بيبقاش فيها مشكله، مقابل بس ان احنا مثلا يبقى في شغل ما بيننا مستمر، او ان انا اشتغل في التخصص بتاعه، او ان انا اشتغل مع صانع محتوى من البلد انا حابب ان انا اشتغل فيها. واللي لازم تعرفه واللي انا اكتشفته من خلال شغلي مع صناع المحتوى، ان دايما صانع المحتوى بيحب يغير المونتاج بتاعه او ستايل المونتاج بتاعه او المونتير بتاعه بشكل عموم كل سنه او كل سنتين. فانت غالبا هتلاقي يبقى عندك فرصه ان انت تشتغل مع اي صانع محتوى انت عايزه لو انت شغلك قدر يثبت له ده. والنصيحه التانيه واللي ما تقلش اهميه عن النصيحه الاولى، وهي جروبات المونتاج او الجروبات المخصصه للمونترين. الجروبات دي بتبقى مفيدة جدا من ناحية ان انت تطور نفسك او تشوف تريكاية حد عاملها تقدر تستفيد منها، او ان انت تقدر تنزل عليها شغل ويجي لك من وراها شغل انت كمان. والجروبات دي موجودة كتير على فيسبوك وتقدر تلاقيها بكل سهولة، وتقدر تلاقي كمان على اغلب مواقع التواصل الاجتماعي. النصيحة الثالثة واللي قريبة من النصيحة الاولى، وهي انك تعمل بورتفوليو قوي وتعمل سي في قوي، وتبدا ان انت تدور على شركات الميديا والشركات اللي بتبقى محتاجة مونتير، وتبدا ان انت تبعت لهم السي في بتاعك والبورتفوليو بتاعك. ودي بيبقى فيها نسبة ان انت برضه تشتغل، مع العلم ان في اوقات بتبقى الشركات دي اصلا بتبقى مضغوطة وبتبقى محتاجة اي فريلانسر يشتغل ويساعد المونترين اللي شغالين فيه. فانت لو قدرت ان انت تثبت نفسك وقتها، فانت هيبقى عندك احتمالية كبيرة ان انت تشتغل معاهم، وبالذات لو انت اللي داخل مكلمهم فانت اكيد حابب ان انت تشتغل معاهم وتبقى جزء من الشركة بتاعتهم. ورابع نصيحة وهي مخصصة اكتر للناس اللي لسه بتبدأ او الناس اللي شغلها لسه متوسط، وهي ان انت تقدر تكلم اي تيم مونتاج تشتغل معاه كبداية، حتى ان انت تثبت نفسك وان انت في نفس الوقت تبقى بتعمل بورتفوليو قوي، تقدر فيما بعد تكلم بيه العملاء بتوعك وتعرفهم وتوريهم البورتفوليو اللي انت عملته. واخر نصيحه احب اقدمها لك ان انت ما تهتمش بحته السالري والماديات، على قد ان انت تهتم ان انت تعمل بورتفوليو قوي وتثبت نفسك في السوق. وبعد كده انت كده كده هتاخد كل اللي انت محتاجه ومحدش هيتناقش معاك فيه. وانا نفسي قعدت سنه او سنتين باخد سالري قليل لحد ما وصلت لشركات وصناع محتوى في الامارات والسعوديه ومصر وقطر، وبقيت بختار الشغل المناسب ليا والسالري اللي تعجبني. بس كده دي كانت معلومات سريعه عشان لو انت حابب تشتغل كفريلانسر مونتاج، اكون قدرت ان انا افيدك واعرفك ازاي تشتغل عن واقع تجربتي انا الشخصيه. وفي النهايه ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير، وتنزل تقول لي رايك تحت في الكومنت وتشاركني رايك. وهتلاقي لينك الانستجرام بتاعي في البايو، ما تنساش تروح هناك تعمل لي فولو. وسلام.